السلام عليكم. جاي النهارده اتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا او نجاوب على سؤال مهم جدا. خلونا نبعد شويه عن موسم الانتقالات وعن اللي بيحصل في اوروبا ونجاوب على سؤال مهم جدا وشاغل تفكيرنا كلنا. ليه الدوري المصري ما يبقاش زي الدوري السعودي او يعمل تجربه مماثله زي الدوري السعودي؟ خلونا نجاوب على السؤال دوت، بس قبل ما نجاوب تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. ويلا بينا نجاوب على سؤالنا. خليني اقول لكم ان الدوري المصري في خلال اخر 12 سنه فهو فقد جزء كبير من قوته او فقد من هيبته كتير وما بقاش الدوري رقم واحد في المنطقه. الدوري السعودي الصراحه عاملين تجربه قويه جدا وقدروا ان هم يبقوا الدوري رقم واحد تقريبا في المنطقه، قدروا ان هم يجذبوا نجوم كتير جدا ان هم يلعبوا في الدوري السعودي، وكل انظار العالم هتتجه لهم الفتره اللي جايه او في الموسم اللي جاي عشان يتابعوا اللعيبه الكبيره دي وهي بتلعب في الدوري السعودي. طب ليه الدوري المصري ما يبقاش مثلا زي الدوري السعودي؟ يعمل تجربه مماثله زي الدوري السعودي. احنا ما فيش القدره الماليه الكافيه بالنسبه للانديه زي الدوري السعودي، لكن مثلا انت ممكن تعوض الكلام ده كله بحاجات تانية كتير. تحاول ان انت مثلا تشوف رجال الاعمال ان هم مثلا يساهموا ماديا بالنسبه للانديه الجماهيريه، ترجع الجماهير تاني للمدرجات. دي اول حاجه طبعا مفيش كلام فيها، لان المفروض الجمهور ده رقم واحد في عالم كره القدم. ما ينفعش مثلا افتح تلفزيون في الدوري المصري الاقي فيه الملعب فاضي. ده شيء صعب جدا ان انت تلاقي تتفرج على ماتش كوره وما فيهوش جمهور. طبعا علينا في فتره الكورونا طبعا بسبب ان الماتشات الاوروبيه كمان كانت بدون جمهور، وشفنا طبعا ما كانتش على المستوى زي ما كان مثلا بيبقى في جمهور هو اللي بيحفز، هو اللي بيشجع اللاعبين، هو اللي بيحفز اللاعيبه ان هم يطلعوا كل طاقتهم. ده مش موجود. بنشوفه اعداد قليله جدا على مستوى الدوري المصري، حوالي 2500 كل فريق وساعات بتوصل ل 5000. شفنا طبعا الجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك على مستوى افريقيا انه بيروحوا يساندوا فرقهم بشكل كبير. ليه احنا ما نعملش الكلام ده كله في الدوري المصري ونبدا ندخل اعداد كبيره من الجمهور؟ تاني حاجه زي ما قلت لكم وهي دعم مادي قوي من الدوله ومن جانب رجال الاعمال بالنسبه للانديه الجماهيريه، عشان الانديه الجماهيريه ترجع تنافس تاني وبقوه. مش بتكلم عن الاهلي والزمالك، لا، انا بتكلم مثلا عن انديه زي الاسماعيلي، زي غزل المحله، زي نادي اسوان، زي انديه تانية جماهيريه كتير موجوده يا اما في الدرجه الثانيه يا اما موجوده في الدوري بس موجوده يا اما في منتصف الجدول يا اما في اخر الجدول، زي نادي المصري، زي نادي الاتحاد السكندري. انت لو ساندت الانديه دي ماديا، ما الانديه دي هتقدر تنافس بعد كده، هتقدر تشوف منها شغل عالي. ثالث حاجه وهي تطوير الملاعب وتطوير البنيه التحتيه بالنسبه لملاعب كره القدم على مستوى الكره المصريه. رابع حاجه ان انت لازم تشجع الاستثمار جوه الكره المصريه. وايه اللي يشجع المستثمر مثلا اللي جاي مثلا من الخليج او من جاي من اي حته او من رجال الاعمال مثلا الموجودين في مصر ان هم يستثمروا في الكره المصريه؟ لما يشوفوا مثلا تطوير على مستوى الكره المصريه من ملاعب لاعلانات لدعايه، كل دوت هيفرق. لما يشوفوا اداره صح او منظومه صح على مستوى اتحاد الكوره. نفسنا نشوف الدوري المصري بيرجع تاني الدوري رقم واحد في المنطقة العربية من حيث القوة التنافسية، ده أول حاجة. تاني حاجة إن إحنا محتاجين نطور نفسنا على مستوى المنتخب الأول طبعا عشان يقدر ينافس في البطولات الكبيرة. نفسنا نشوف إعادة هيكلة للكرة المصرية عامة. اتحاد الكورة نجيبوا ناس يعني عايزة تشتغل صح، ناس بتفكر صح. يعني ليه مثلا من انتاج، يعني احنا شفنا محمد فضل عمل بطوله كبيره جدا وهي بطوله افريقيا في 2019، الشغل اللي عمله كان جبار جدا. ليه مثلا ما نشوفوش الناس اللي هي تقدر تفيدنا على مستوى الكره المصريه وتقدر تطور الكره المصريه بشكل كبير، ونبدا نحط كل واحد في مكانه، يبدا كل واحد يطور في الحته ديت او يبدا يشوفوا، نبدا نشوفوا شغل جديد. ليه ما نستعينش مثلا بخبره على مستوى تجديدات الملاعب وعلى مستوى اعاده هيكله الملاعب المصريه مره ثانيه؟ في استادات جديده بتتبنى في القاهره الجديده تقريبا، لكن مش هي قصه، مش قصه استادات وبس، لا، احنا محتاجين نعيد حساباتنا تاني، محتاجين ان احنا ندخل الجمهور مره تانية، محتاجين ان احنا نساند الانديه الجماهيريه. انا اهلاوي بس اتمنى طبعا منافسه قويه على مستوى الدوري المصري. اتمنى ان انا افتح ماتش للدوري المصري واشوف في ماتش قوي مثلا ما بين نادي الاتحاد والنادي المصري، الاقي الناس كلها قاعده مستنيه الماتش ده، او ماتش ما بين النادي المصري والنادي الاهلي يرجع تاني تنافسي مره تانية. لكن ما بنشوفش الكلام ده. احنا بنشوف النادي الاهلي بينزل يخلص الماتش خلاص الموضوع سهل بالنسبه له. النادي الاهلي مش بيلاقي صعوبه على مستوى الدوري المصري.
وده جرس خطر بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ لان لما يلاقي ان الدوري المصري ما فيهوش اي تنافسيه يروح افريقيا يتفاجئ بمستويات تانية خالص، فده هيبقى صعب جدا. مستوى القاره الافريقيه كمان بقى منحدر تماما، ومفيش دلوقتي النادي اللي تقدر تقول عليه هو ملك القاره تاني او يقدر ينافس النادي الاهلي على قمه او زعامه القاره. زي ما قلنا لازم الدوله تحاول ان هي تطور من الكره المصريه، تحاول ان هي مسؤولين عن الكره في مصر ان هم يطوروا من الكره المصريه مره تانية. لازم الدوله تسمح بالساعه الكامله بالنسبه للجمهور، دخول الجمهور للمدرجات، مساندة ومساعدة الأندية الجماهيرية اللي بتمر بأزمات مالية زي نادي الإسماعيلي، زي نادي الاتحاد، زي نادي المصري، زي أي نادي بيمر بأزمة. لازم مساعدة الأندية الجماهيرية اللي موجودة في الدرجة الثانية، مثلا زي نادي غزل المحلة خلاص نزل، نادي أسوان. الأندية ديت لما بترجع تاني على مستوى الدوري، ونقلل شوية فكرة أندية الشركات ونشجع الاستثمار. ماشي مفيش مشكلة لما نشجع الاستثمار الأجنبي يجي يستثمر في الكرة المصرية. نفسنا يرجع تاني الدوري المصري دوري تنافسي قوي، ما يبقاش بس مقتصر ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، لا نشوفوا انديه تانية. احنا شفنا قصه طبعا الاستثمار في نادي بيراميدز، الكلام ده حصل مع تركي آل الشيخ لما دخل استثمار في نادي بيراميدز. مثلا نشوفوا الكلام ده بيحصل بس مع انديه جماهيريه، استثمار مثلا مع انديه جماهيريه تحاول ان هي تساعد يعني الاستثمار، تحاول ان انت تساعد الانديه الجماهيريه دي ترجع تاني للمنافسات القويه تاني على مستوى الدوري. ممكن لما الكلام ده بيحصل تلاقي نجوم كتير جايه تلعب في الدوري المصري، مش شرط يكونوا نجوم من الدرجه الاولى او من الدرجه الثانيه، عادي جدا لما تبدا نجوم من الدرجه الثالثه مثلا يجوا يلعبوا في الدوري المصري، يحسوا ان الدوري بتاعك دوري قوي، دوري فيه تنافسيه، دوري فيه استقرار على مستوى الانديه. ساعتها في لاعيبه كتير هتفكر ان هي تيجي تلعب في الدوري المصري. مش لعيب مثلا اول ما بيسمع مثلا او يشوف يقولوا له تعالى نلعب في الدوري المصري يقول لك لا، دوري بدون جمهور. ده صعب جدا ان انت تلعب دوري بدون جمهور. انا بالنسبه لي 2500 اللي انت بتدخله ده عدد قليل جدا، وانا شايف ان هو كده بدون جمهور، ان الماتش بدون جمهور رغم الجماهير اللي بتبقى موجوده، بس ده لا، بعتبره من وجهه نظري ان هو من غير جمهور. الدوري المصري مش بس ان انت تغير شعار، او مش بس ان انت تغير اسم الدوري لدوري النيل، او تعمل مثلا درع جديد بشكل جديد، لا، لازم تغير او لازم تطور المنظومه كلها، هي مش اسماء وبس. وده كان رايي الشخصي بالنسبه للكره المصريه وبالنسبه للدوري المصري، وازاي يطور من نفسه الدوري المصري مره ثانيه عشان يرجع لقوته وبريقه مره ثانيه، ويكون واحد من اهم ومن اقوى الدوريات الموجوده في المنطقه العربيه. ما تنسوش تسيبوا لنا رايكم تحت في الكومنتات، ادونا رايكم ايه اللي ممكن يحصل في الكره المصريه، او ايه اللي محتاجاه الكره المصريه عشان تقدر ان هي ترجع تاني لمستوى التنافسيه ويرجع تاني واحد من اقوى الدوريات الموجوده في المنطقه العربيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للحلقه عجبتكم، ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.